اللي تيجي اي حد تيجي السي محمد راه غادي نشوفوا استعدوا. شوف اللي عنده شي مشكل مع شي حد يمشي يقادو، اللي عنده شي كريدي يمشي يدفعوا، اللي عنده شي مصيبه يمشي يحلها قبل ما يوصلوا لها هاد الناس هادو. طلعتوا قضيه ديال البنت كما تقولون وتزعمون انه مغتصبه، تكرفس عليها، اغتصبها، استغلها مده 2 وهو تيغتصبها. واحد الشاب اللي هو السن ديالو بين 25 عام، وقلت انه لمده 2 ما اختلفنا. جزاكم الله خير، درتوا واحد القضيه بينتوها للمجتمع او القضاة او السلطات، او حتى نبهتوا الوالدين اللي كانوا في دار غفلون انه راه بنتهم استغلت وانها كذا وكذا وكذا. ولكن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله يلقاكم الفيديو ديالي هذا بأتم الصحة والعافية والنشاط الذهني والفكري والجسدي أينما كنتم في أقطاب هذا الكوكب الجميل. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وغادي اليوم موضوعنا هو موضوع أخ اللي تسميوه القنوات المضادة للسي محمد، صاحب أسرة مغربية سداري بكريشة كما يلقبونه، والحمله الشرسه اللي وقع على الاخ ديالو اللي ما غنذكرش الاسم ديالو. المهم عرفتوا الاخ ديالو اللي دابا هو متهم من طرف بعض القنوات باتهام الاغتصاب واتهام تحريض البنت انها تخرج عن طوع، يعني تخرج من طوع الاهل وتخرج من المدرسه، وانه تحريض قاصر، وانه حتى انهم وصلوا دابا مؤخرا قبل ما يبان التشخيص الطبي للبنت واش انها عذراء ولا لا، رغم انهم داروا واحد شهاده عذريه من قبل. واش عذراء، يعني عذراء من الجهاز التناسلي الانثوي اللي هو طبيعي، يعني طبيعي مجهز للعلاقه الجنسيه الطبيعيه، او عذراء من ناحيه الدبر. دابا قبل ما يخرج هذا التشخيص خارجين فاضحين الدنيا انه مارس معها من الدبر، انه دار، انه فعل. ما بقاتش انها مساله انهم تيدافعوا على واحد البنت وانهم بغاو يامنوا لها الحق ديالها، وبغاو. انا تنشوف من واحد الجانب غادي كلشي عندنا بنات، وكل واحد غايقول لك وبنت كنتي تبغي لها ولا ديك التخرميجه داك الشيء كله. كي تنهضر انا على هذه البنت راه تنهضر على بحال بنتي وبنتك وبنتها وبنت كلنا بناتنا، فهمتي؟ انا بنتي ما نبغيش نعرضها بعدا كنشوها ولا وتوصل لمواقع التواصل الاجتماعي وتوصل الكوميساريات يستجبوا بوها وتوصل ما عرفياش، لانه هذاك اللي دار هذا الشيء وصل بنته لك المواصل هو اللي خصو يمشي للكوميساريات، هو خصو يتعاقب، وهو خصو فين كنتي اخويا مده عامين وبنتك اللي نافرض هذا الشاب هذا مارس عليها كل هذه الوحشيه وكل هذه الممارسات الجنسيه من جميع الجوانب اللي استغلها جنسيا، من الدبور، من القدام، من بحال تنقولوا بالمشربح المغربيه. فين كنتي الاب اللي دابا مشيتي ديتي بنتك للكوميساريه ودابا بعد عامين عاد باغي تاخذ حقك؟ يعني كان ما ناضوش هاد القنوات هادو نكايه في السي محمد، لان شكون السي محمد هذا اللي متهم باغتصاب هذه البنت؟ راه خو السي محمد. تيحاولوا يجبدوا، راه مازال غادي يجبدوا شي حد اخر من شي جهه اخرى. اللي تيجي اي حد تيجي السي محمد راه غادي نشوفوا استعدوا. شوف اللي عنده شي مشكل مع شي حد يمشي يقادو، اللي عنده شي كريدي يمشي يدفعوا، اللي عنده شي مصيبه يمشي يحلها قبل ما يوصلوا لها هاد الناس هادو. نكايه بالسي محمد. يعني كانت هذه البنت بنت من حي الله، بنت من اي هذا ما غاديش تجبدوها، ما تسيقولهاش، ما تعرفولهاش. واخا تجي عندكم غتكون واحد القضيه بارده فاشله، واحد عادي مشى اغتصب وحده عاديه، راه هما كاينين بالقنطار في المحاكم وفي القنطار في الكوميساريات وفي القنطار تتجبروهم غير واخدين الصف تيمشيو يديروا السيرتيفيكات العذريه عند الاطباء. ما جبتوش سيرتهم. لا، البنت اللي اغتصب بشكون؟ اخ بكريشه، وضروري باش تطلع المشاهده وتطلع مزيان. شنو كي تنقولوا لها؟ خاشين النيف ديال لبنينو قالت انه البنت ماشي سهله. وشكون وانتوما؟ ايش البنت شاده رجليها وجالسه حدا ميمتها الزيزونه وتتقابل ميمتها؟ علاش تعطيوها هذيك البنت لواحد المراه تصور بها فيديوهات؟ وصلت انها مستهترات. هذيك المراه مسؤوله اللي تتقولوا عليها حوريه اللي صاحبه واحد القناه. هذيك المراه هي مسؤوله. لا كانت هي خدات ديك البنت كامانه في عاتقها بحال شي بنت وحده من بناتها. على راه عندها عندها بنيتات، علاش وحده من بنيتاتها ما وقع لهاش هذا الشيء؟ او وقع وستر على بناتها وخرجت الضحيه باش هي تبان قناتها، ومن بعد بانت قناتها بديك الطريقه المشوهه، وهي شافت المساله سخونه وماشي هي هذيك، وانها مسؤوله هي والزوج ديالها حمايه للزوج ديالها. رجعت للور وقالت راه ما نداويو. لكن الاخرين صافي وصل الادسنس، وصل للقمه. نتوما بغيتوا تطفيو لهم الادسنس، واش بغيتوا تطفيو لهم المشاهدات؟ لا، ما تارونجيوش الموضوع بيناتكم. لا، ما تارونجيوش بين الولد والبنت ويا دار ما دخلك شر.
بقى لها بشحال عام ولا عامين تمشي دير الخبره، يعطيوها انها صالحه للزواج، والولد يتزوج البنت. مادام انا شايفه على حسب معلوماتي انه الولد يعشق البنت والبنت تعشق الولد، يعني كاين واحد التجاوب، ما كاينش اغتصاب، كاين واحد التجاوب عاطفي بين الاثنين. وتنتمنى البنت انها ما تخاف حتى من حد وتدلي بما تحسه من ناحيه هذاك الولد. وراه ما كاينش شي نار تتشعل بدون قداحه، فهمتوا؟ ما كاينش شي نار تتشغل بدون قداحه. القداحه يا تجي من جهه الراجل او من جهه المراه، يعني الا كانت القداحه ما جبراتش فاش تشعل راه ما غتشعلش. يا كان الولد هو اللي في الاول بدا المبادره بانه تاي هذه مع يعني استلطف في البنت كانت مشات وقالت هذيك حوريه، ولا مشات قالت لامها انا ما بقيتش نبقى في ديك الدار، راه شوف علاش ها كاين وها كاين وها كاين وها كاين. ربيو بناتكم انه كي تكون شي مشكله يجيو عندكم نتوما الاولين، نتوما الاب والام، نتوما الاخ والاخت، نتوما الصديق والصديقه، كونوا كلكم هذا الشيء. نتوما الشرطه، نتوما القضاء، نتوما كل شيء، نتوما اللي في الاول في الاخير يدكم، نتوما اللي بيدكم تحميوا بناتكم قبل ما نوصلوهم للشرطه وخمسة ساعات ديال الاستجواب والبهدله. بل فستوا القنوات، فستوا لها السمعه ديالها، حتى اللي نفرض يلا صافي هذا الولد حكموا عليه انه قلتوا دابا انا عارفه باللي هذاك الحكم ديال المغتصب ما بقاش تيفرضوا عليه انه يتزوج مغتصبه، لان شكون هذا اللي تيهضروا عليه؟ هذا المغتصب اللي تيجبر شي وحده غادا في الشارع تيجرها من شعرها تيكمم لها فمها تيديها لشي غابه تيغتصبها. هذوك هما اللي ما بقاش يمشيو عليهم. هذا ماشي جرها من الدار ومشى دارها اغتصبها، لا، هذا راه كان واحد الود، واحد الوفاق، واحد من 13 عام، راه بنت، راه تجيها الدوره، عندها احاسيس بحال اللي قلت لكم في واحد الفيديو، عندها احاسيس. هذاك هو الوقت اللي تكون النار شاعله بزاف في البنيتات، والوقت اللي الولد عنده 25 عام حتى هو هذيك الساعه ما كانش عنده 25، كانت بين 22 و 23، حتى هو هذاك الوقت هو اللي تيكون في قمه سميتو ديالو. يعني تلاقاو نار مع نار، شنو بغيتو يديروا؟ نار مع الغاز، شنو بغيتو يديروا لكم؟ لكن ما كانش لا رقيب ولا اللي عنده شي بنت يحضيها، فهمتوا؟ اما الولد راه بحال اللي تيقولوا المغاربه ولا عندنا الولد تيبقى ولد، الولد تيبقى ولد. علاش؟ لانه في النهايه تيقول لك ماشي هو اللي غيحمل، ماشي هو اللي غتفضلوا غشاء البكاره، وما تيشوفوا الامور من هذه الناحيه، يعني الشرف في غشاء البكاره وفي الحمل، ولكن ما تيشوفوش الشرف ان الله حرم لا على المراه ولا على الراجل، لا على الولد ولا على البنت، انهم يديروا واحد العلاقه غير شرعيه. يعني كان واحد الاستلطاف، واحد كان مشيتي رشمتيها الاخ راه طلعت لنا ثقافه الرشم في اليوتيوب، بحال اللي دار مع بنت مي نعيمه، مشى رشمها. وكان واخا والله الا قلت لهم تضحك بالله. دابا انا اللي شفت انا البنت سحقوا لها الشرف ديالها بمعنى الكلمه، وهادو اللي تيدعيو انهم تيدافعوا عليها. اين دفاع تدافعوا عليها؟ البنت قلت راه هي لوطيه دابا، يعني شنو مارس لها من الدبر، يعني لوطيه. لنفرض هذا الراجل هذا او هذا الولد هذا ما تزوجهاش، شكون هذا اللي غيبغي يتزوج وحده مورسه عليها من وراء؟ الا واحد يحب هذا الشيء ويعشقه. يقول عز الطلب جاتني وحده غتلبي لي اللي انا تنبغي. هما اكثرهم ما نخبيوش، راه كاين العجب العجاب، ما نخبيوش شنو كاين. صافي غيجي الا حتى لا تزوجها غيتزوجها على داك الاساس انه يبدا تكمل مسيره اللوطيه مع واحد اخر، فهمتوا؟ واش غادي نقول لكم؟ لا حول ولا قوه الا بالله. شنو دازوا لبنان؟ وقلت لك دازوا لها من واحد كانت تتهضر على البنت اللي هي هاد البنيته هذه او هاد الشابه، ماشي بنيته، هاد الشابه، هاد المراهقه، لان بنيته تنقولوها على بنيته تتكون من 5 سنين ل 10 سنين، كي تتبدا دير 10 سنين 11 12 13 تبقى نقولوا شابه، يعني خصوصا كي توصل 12 13 تبدا تتسمى شابه، يعني مراهقه، او بالمعنى الصحيح المراهقه، او او البنت اللي في طور النمو، يعني اللي تتميز، راه تتميز عباد الله. بنت 13 تتميز، ما تقولوا لي شي ما تتميز. بنيته ما بنت 10 سنين راه تتميز، راه تعرف. يعني ما يمكنلاش دير شي حاجه الا لا عن طريق القوه. البنت راه خلات المدرسه وهذا الشيء عارفينه، وتتخرج تتخبر. ولا انت يا اختي هذيك الاخت اللي سماها حوريه ولا الاب ديالها كي تتخرج راه اكيد راه تتخبر بالساعات، لا هي تتمشي معاه وتتسارى معاه وتتمشي. قال لك انا عندهم واحد الدار تتمشي خلوه هي وياه في الدار، لدرجه ان الام تدخل للدار وتجبرهم بعض وتتبارك لهم العلاقه وتشد عليهم الباب. يعني البنت ولات قواده ديال ولدها وما تيهمهاش العواقب. يعني بيني وبينكم الام ما تقولوش اش تدير، راه البنت الصغيره دابا تجيب لنا كرش وتفضحنا وحنا راه الناس معروفين، ما تقولوا لي شيء، ما يمكنش، ماشي لهاد الدرجه ديال لا الغباء، سمحوا لي بزاف. على العموم
لبنانيين بغاو يدخلوها بزز، قلت لكم باش يدخلوا لها المشاهده، باش داروا الوحده اللي قال لك كانت تشاطي مع السي محمد، وهذيك الوحده اللي تتشاطي مع السي محمد جلسي يقول لها هذيك الهضره وتتقول له ديك الهضره وكذا، هذيك ما تتحشمش، ما عارفاش بلي هذاك الراجل عوض المراه عنده جوج وعنده 4 دراري والخامس جاي في الطريق. اش تديري عند السي محمد في الواتساب وتتشاطي معاه؟ علاش تتشاطي معاه؟ ولاش تهضري مع راجل وانت مراه؟ يقول لك ديك الساعه اللي يقول لك يتفقوا عليك كاع كلهم ويكتبوا ويضحكوا ويصيكوا وياخذوك كمهزله لانك مراه غير محترمه، مراه تتمشي تتشاطي مع الرجال. جلس هو مراته اللي نافرض هو مراته جالسين تيطنزوا عليها وتيتكاكيو وتيضحكوا، يمكن توقع واقع تياخذوا وحده كانها مغفله، انها سايبه، تيتسلاو فيك هو مراته. شوف الوسخ، شوف الخنز، شوف العيالات اللي ما عندهم قيمه، ما عندهم رامين راسهم على رجال، واخا يوتيوبر ولا غير يوتيوبر، حيت هو يوتيوبر معروف، عرفتي كيفاش تخرجي له اسرار، عرفتي تيقيلوا يهضروا مع الرجال اللي ما معروفينش، هما تياخذوا منهم فلوس، تياخذوا منهم صور، تيبقاو كانوا سبب انتحار شحال من وحده لانها بغا يفضحها بدوك الصور. هذا هو الواقع. حيت جبرات شكون؟ يوتيوبر معروف، لبنانيه معروفه، البنيته الصغيره معروفه، راه نلصقوا اللبنانيين وانها تجلس تتسلى بنت قاصر في الواتساب وتيقولوا كلام ما عرف كي داير مع وحده تتصل بالاب ديال البنيته او بالزوج ديال لبنانيو، وخداوها كتسليه في واحد الوقيته اللي شافوا ديك المراه عيقات وادبوها، يمكن ادبوها باش تدخل في جواها، وهذا هو الواقع. خداوها انها لا ما عرفياش راه ما يجري والله وحده اعلم بما يجري، ولكن راه اللي الناس يهمهم انهم يفتحوا غير الناس المعروفين، الفنانين المعروفين، السياسيين، اليوتيوبرز مؤخرا ولاو اليوتيوبرز او سميتو المؤثرين. قل لي انت تجبد شي قضيه اللي فعلا قضيه غير لو وصلت للاعلام، غير لو وصلت الاعلام ونشروها بزاف ديال القنوات الاعلاميه، عاد تخرجوا نتوما تتناولوها كموضوع، لانه غادي يطلع لكم القناه، غادي يدخلكم المصروف، غادي يزيدكم شهره، غادي تدعوا انكم عندكم المصداقيه، وانكم نتوما القنوات اللي تجيب بالحصري، وانكم وجيبوا لنا هذا الشيء في شي حاجه مفيده. ما شفتش شي واحد ولا وحده فيكم خرجات وطلعت لنا بهذه العبقريه الفده ديالها، طلعت لنا شي مثلا شي قارئه قران اخذت واحد الجوائز، شي مخترعه، شي يعني شي حاجه اللي تشرف ودارت بها فيديو وطلعت بها الادسنس، هذاك ادسنس زوين، ادسنس ديال الثقافه، او شي. راكم فهمتوا المعنى اللي تنقصد به؟ لا، نتوما خصكم تاخذوا واحد او وحده مشهورين وتجبدوا لهم لا عندهم شي هفوات ولا ثغرات ولا. وانت يا اختي اللي ديال ديك اللي جالسه في ديك اسبانيا، هذيك اللي لبستي العبايه وقلتي تتعيبي في لبنانيو، راكي عارفه شكون هي اللي تتبدا، اللي سميتك احياني عليك يا اختي، جالسه تدعي ما بقيتيش قناتك، ما بقاش، لان شتي انه النقد كنقد ما تبقاش تيوكل صراحه. شنو وليتي؟ لانه المشاهد ولا تنتقد اكثر كاع من المنتقد نفسه، يعني صافي ما جبرنا خاويين، ما تنفهموش في النقد. المشاهد ولا قال لك ما تتعرفش، تجبروا شايف كلهم اللايفات، شايف كلهم الفيديوهات، محلل كلهم اللقطات، ما غبرات عليه حتى حاجه، ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. فهمتي؟ انت خارجه شنو تتدعي علاش؟ واش انت منتقده ولا ما فهمتش تدعي؟ واش كلا لك ورثك، اغتصب لك بنتك، دخل لك في عراضك، داخله تدعي في الراجل وتعاود تدعي والله يشتت لهم، الله يقطع لهم من الرزق، الله يدير لهم، الله يفعل. واش هذا الخبث؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اش غادي نقول لكم؟ صافي بارك عليكم لحد لهنا، ولا كانت شي حاجه نبدا ندير فيديوهات قصيره. مع السلامه.